عارف يعني ايه تبقى شغال في مجال الاي تي وسط ملايين بيعملوا نفس اللي انت بتعمله، بس في واحد منهم بيعمل لنفسه علامة فارقة في حياته، ومش بس اشتغل، لا ده بقى توب ريتد بلس كمان. مش بس فتح حساب عادي على اب وورك زي اي حد بيشوف الفيديو ده بقى الناس بتدور عليه مخصوص باسمه. النهارده قابلنا محمود، واحد من الناس حرفيا اللي خرموا سقف التوقعات على منصة اب وورك، واشتغل اكتر من 12,000 ساعة على المنصة، وما شاء الله خد مشاريع ضخمة جدا، وكان من ضمن الناس اللي انا عينتهم على اب وورك. وفي الميتنج دوت محمود هيقول لكم الزتونة ازاي تبدأوا، وازاي تعملوا اكونت على المنصة، وايه البايو اللي بيستخدمه، وايه البروبوزلز اللي بيبعتها للعميل. هيحكي لنا تجربته الشخصيه في مجال الاي تي. فلو انت حد شغال في مجال الاي تي او حتى مش شغال في مجال الاي تي، اسمع الفيديو وابعت الفيديو لزمايلك عشان برضه يستفيد. النهارده مش هتشوف كلام شفته على اي قناه تانية، انت النهارده هتتعلم ازاي تعمل لنفسك كارير على اب وورك حتى لو انت لسه جديد. قصه محمود النهارده مش مجرد الهام، دي خريطه طريق معموله لاي حد نفسه ينجح في مجال الاي تي على اب وورك. يلا بينا نسمع محمود. ازيك يا مستر محمود، عامل ايه؟ ازيك يا باشمهندس حسن، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ يا رب تكون كله بخير. كله زي الفل، الحمد لله، كله تمام. قول لي بقى يا صديقي، انا جبتك النهارده كده على بلا وشك تقريبا الساعه 11 ونص دلوقتي. يا رب تكون كويس. وليا الشرف طبعا. حبيبي، عايزين بس الاول كده نقول للناس انت ازاي عرفتني، وكانت ايه علاقه الشغل ما بيننا في الاول؟ يعني طبعا مبسوط ان انا موجود مع باشمهندس حسن. احنا بنسجل الفيديو ده مع بعض. آه، هو ربطتنا يعني مع بعض علاقة عمل. كنت بقدم على جوب، وطبعا بقى مشيت في شوية مراحل، ومن ضمن المراحل ظهر لي باشمهندس حسن. وطبعا انبسطت جدا ان يعني ايه حد عربي ومصري وهو البروجكت مانجر بتاع البروجكت اللي احنا شغالين عليه يعني. وطبعا يعني بصراحة التعاون مفيش أحسن من كده يعني في كل حاجة. وإحنا كنتين يعني شغل مع بعض. خلصنا البروجكت وداخلين في بروجكت تاني، وطبعا إن شاء الله نتمنى الاستمرارية مع بعض يعني أكيد، سواء جوه المشروع ده أو في مشاريع تانية أو حتى في الحياة مع بعض يعني بعيد عن أي شغل، ودي حاجة تشرفنا أكيد يعني. حبيبي يا محمود، ربنا يكرمك. بص يا سيدي، طبعا شكرا بجد على كلامك. يعني انا عارف ان انت دلوقتي تقريبا الوقت عندك في السعوديه متاخر قوي. انا طبعا بحب اجيب الناس اللي عندها خبره في كذا مجال. انت ما شاء الله عليك، يعني اي تي اكسبرت وتكنيكال سبورت سبيشالست، وطبعا انت ما شاء الله عليك من التوب ريتد بلس على المنصه. يعني الحمد لله. احكي لي، ما شاء الله، يعني احكي لي كده انت عرفت ازاي توصل، وهل بدايتك كانت سهله على ابورك؟ قول لي كده ايه السحر اللي انت عملته؟ آه، طيب خلينا نقول طبعا يعني هي أي تشالنج لازم يكون وراه محاولات كتير ووراه صبر كتير. يعني البروفايل اللي موجود دلوقتي حاليا توب ريتد بلس الحمد لله. اللهم لك الحمد آه، والشكر. يعني عملت تقريبا 40 جوب لحد دلوقتي، سبميتد اكتر من 12,000 ساعة. طبعا الكلام ده يعني ما حصلش في يوم وليلة ولا حتى سنة، الكلام ده اخد وقت كتير الحمد لله يعني. ودي كلها نتائج الواحد بيوصل لها بعد ما بيكون يعني تعب وغامر وجرب اكتر من حاجة. طبعا انا في البداية أنا كنت مخلص يعني كليتي ودراستي كلها بتقول شغل الميديكال والميديكال فيلد والفارماسيوتيكالز والكلام ده. اشتغلت 10 سنين وبعدين بدات باخد الحته بتاعت الايه، ان انا احاول اشتغل في حاجه ليها علاقه بالفريلانسنج. فابتديت ان انا اتجه للديجيتال ماركتنج والداتا اناليسيس. اخدت الشهادات اللي انتم شايفينها على الشاشه دي. اوكي. يعني برضو اخذت وقت واخذت مثابره مع الواحد لحد الواحد ما بدا الحمد لله ان هو يوصل للمراحل النهائيه ويفنش، واخدت الشهادات الحمد لله. وطبعا بدات اخش على السوشيال ميديا، اسال الناس يا جماعه ازاي ابدا ان انا استغل الشهادات دي. ما كنتش اعرف اب وورك خالص، الكلام ده كان سنه 2022، ما كنتش اعرف حاجه اسمها اب وورك او اخر 2021. مم. لحد ما حد في الكومنتات قال لي قدم على اب وورك، ده موقع فريلانس. انا طبعا عارف موقع فريلانسر، بس كنت اشتغلت عليه قبل كده لقيت فيه سكامرز كتير، ما كانش ليا حظ حلو اكيد. انا لكن في كمان. ناس شغاله هناك كويس. فواحد بس كتب في الكومنت كده شوف اب وورك، دخلت اب وورك، عملت اكونت، اشتغلت، قدمت على كذا حاجه، ما جاتليش ولا جوب خالص. بدات ان انا اشحن الكونكتس او اللي هي الوسيله اللي احنا بنستخدمها عشان نقدم على الجوبس. مم. لحد ما صادفني اول شغلانه على الموقع، وهو كان واحد محتاج ترجمه، وانا اصلا راجل بتاع ماركتنج وسيلز من البدايه.
ولكن قابلني واحد بتاع ترجمه، وكانت شغلانه يعني بسيطه جدا، والعائد اعتقد كان $10 بس. قلت له مفيش مشكله، يلا بينا. ودخلت تمام، على ده طول. كان اول جوب. مم. دخلت على طول لان انا محتاج ابني بروفايل، يعني الثلاث اربع شغلانات اللي احنا شايفينهم في الاول دول، بدايه من جان 2022. الاربع شغلانات دول كانوا يعني بيبنوا البروفايل. فخلاص انا دلوقتي اقدر اقدم على حاجات فيها مثلا ترانزليشن، اقدر اقدم على حاجات فيها مثلا شغل الداتا اناليسيز او الاكسل شيت او الداتا بيز بتاعت الاكسس. ان انا برضو دخلت في حاجه فيها سبيكرز زي السعودي والعماني او اللهجه الخليجيه عموما. فكانت دول بمثابه بدايه الحمد لله كويسه، وبدات ان انا ادور بقى على شغلانات تكون مثيره للحاجات دي. جميل جدا، جميل جدا. فاحنا شايفين اول حاجه كلها ليها علاقه بال فويس كوليكشن، حاجه مثلا فيها تسجيل، حاجه فيها شغل شيت اكسل او الكلام ده، لان انا اصلا يعني عندي برضو خبره كويسه في المجال الاي تي. ما اشتغلتش فيها، لكن انا يعني مهتم جدا بمجال الاي تي، واخدت كذا كورس بس للهوايه لا اكتر ولا اقل. آه، فكانت دي من ضمن الرغبات، ولكن قابلت بصراحه مشكله كبيره، ما اضحكش عليكم، يعني زي اي حد مبتدئ فريلانس. مم. لقيت ان شغل السيلز والماركتنج مش سهل ان انت تدخل فيه وانت راجل مالكش سابقه اعمال قويه اونلاين. مم. فطبعا يعني انا شغل سيلز ان فيلد مش هيفيدك في الفريلانس اونلاين. اوكي. آه، بس طبعا لو فاتجهت. عندك لو عندك طبعا معلش ان انا هقطعك، يعني لو عندك السوفت سكيلز عاليه والانجلش ليفل بتاعك عالي واشتغلت في سيلز قبل كده حتى اوفر ذا فون او عن طريق التليفون، فممكن تعرف تجيب شغل بشكل كويس. برافو، صح صح، ده كلام منتهي، وده عشان كده مرتبط اونلاين اكتر. انا كنت سيلز ان فيد، انا كنت اصلا ميديكال ريبريزنتيف وبعد كده سوبرفايزر، فدي ملهاش علاقه يعني بشغل فون كول او انجلش، مش بصوره واضحه يعني. ولكن كان هو موضوع ليه علاقه بالماركتنج اكتر والسيلز اناليسيز، وازاي ان انت تعرف تشتغل على السيلز وتجيب التارجت وتقسم التارجت والكلام ده يعني. مم. طبعا اكيد مش هندخل في التفاصيل بتاعه الشغل اون فيلد، احنا دلوقتي شغل اونلاين. فعشان كده فعلا ما لقيتش حظي في الجزء بتاع السيلز، لقيت وحوش يعني. انا لقيت برضو هناك في يعني هو اب وورك في شركات قويه في الحته دي. فمهدت اكتر ان انا لا يعني خلاص، انا مش هقعد مثلا في حته انا لسه ما عنديش الخبره الكافيه فيها كفريلانس، وما عنديش الوقت ان انا ادخل في القصه دي بصوره كبيره يعني. الماركتنج طبعا مجاله قوي جدا، ولكن انا مش ضليع في الماركتنج، انا كنت اكتر في السيلز. وعشان كده لما لقيت حاجات ليها علاقه كتير بالديتا اناليسيز والشغل الشيت اكسلز او الارابيك مثلا ترانزليشن، الريكوردنج، الحاجات دي كلها سهل ان انت تبدا بيها البروفايل بتاعك على اب وورك، وسهل ان انت تلاقي بيها شغل ان شاء الله. حقيقي. فدي كانت البدايه بتاعتي. والحمد لله صادفت عميل من العملاء اللونج تيرم، انا لسه يعني مخلص الجوب بتاعته. وهي كانت ليها علاقه بمجالي في الشغل الادويه، وعشان كده برضه كانت فرصه الحمد لله كانت كويسه بالنسبه لي. هي المفروض ان هي تكون ظاهره هنا. لسه قدامها آه، يعني يومين ثلاثه على ما يديك التقييم يا محمود بيه. لسه هتطلع. والله لا خلاص يعني المفروض ان هي خلصت يعني وظهرت على بس لا، دي الصفحة التانية بالظبط كده، أنا هنا في الصفحة الأولى. اوكي. دي كانت الشغلانة اللي أنا خلصتها، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي أنا بدأتها بدري جدا الحمد لله. في بداية البروفايل بتاعي كانت 18 يناير. مم. قعدت شغال معاهم تقريبا أكتر من 3 سنين. خلصت معاهم أعتقد 6000 ساعة، بسم الله ما شاء الله. 6300 ساعة. كان بروجكت لونج تيرم، واشتغلت معاهم بصراحة فترة كويسة يعني. فدي من الحاجات اللي هي برضو بدأت تدخلني شوية في شغل السي ار ام والنتوركينج وحاجات ليها علاقه بالديتا مانجمنت والديتا اناليسيس. فبدات ان انا دلوقتي اخصص البروفايل بتاعي على ان انا شغال اكتر في شغل التكنيكال سبورت والديتا اناليسيس والاي تي هيلب ديسك. حلو. ومؤخرا ارتبطت بشركه جات فورم. هي طبعا شركه نماذج زي جوجل فورمز كده وتايب فورم. مم. ولكن هي طبعا شركه يعني متقدمه وقويه جدا، يعني بتقدم حلول كتير. الحمد لله برضو شغال معاهم مؤخرا يعني في عقد اي تي تكنيكال سبورت. ويعتبر ده يعني باختصار الشغلانات الاساسيه او الكبيره في البروفايل، بجانب بقى الشغلانات اللي هي فيها ترانزليشن فيها ريكوردنج. مم. مؤخرا طبعا البروجكتس اللي احنا دخلناها مع اب ورك اوت كومز مع باشمهندس حسن. فطبعا يعني برضه دي من الحاجات اللي احنا شغالين عليها حاليا. وبقى لنا حبه حلوين فيها. فيعتبر البروفايل الحمد لله
تمام. فطبعا البروفايل تمام. يعتبر ما بين الحاجات اللي هي خاصه بالاربك لانجوج، الترانزليشنز، ريكوردنج، بجانب الشغل اللي هو الاساسي اللي هو واحد. حلو. حلو. طب ليا سؤال عندك يا محمود. تمام. ايه اكتر حاجه لو انا مثلا سالتك في البايو بتاعك، ايه اكتر حاجه لما الناس بتحط البايو بتاعها لازم تتكتب عشان تشد العميل؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، قول لي كده ايه هي الاستراتيجيه بتاعتك تمام. لكتابه الكفر ليترز؟ هم سؤالين بس. طيب اوكي تمام، خلينا نشوف السؤال الاول. طبعا اكتر حاجه انت لازم تكتب، يعني انت لسه بتبدا البروفايل بتاعك لازم تكتب حاجه تشد عين العميل، بحيث ان انت مثلا انت راجل دلوقتي متخصص في الترانزليشن. انا بشوف ناس بروفايلاتها قويه جدا بيبقى كاتب مثلا هنا كده في البدايه ان هو مثلا مور ذان مثلا 10,000 مثلا بيجز ترانسليتد او كده، فاللي هو ده بيشد العميل. يعني انا اول حاجه بشوفها الراجل ده ترجم اكتر من 10,000 ورقه لحد مم. بتخطفني، يعني هتخليني اكمل عايز اقرا. طب ده عمل ايه؟ ترجم ايه بالظبط؟ تمام. فهبدا اخش عنده، فهبدا الاقي الشغل اللي هو عامله او الحاجات المتخصص فيها. بتلاقي مثلا الناس اللي هم قاعدين فتره على اب وورك بنوا مثلا بروفايل، يبدا يكتب مثلا هو توب ريتد او توب ريتد بلس او اكسبيرت او الكلام ده. تلاقي ناس تقول لك مثلا سبميتد مور ذان 20,000 اورز مثلا. فبيبين ان هو يعني اديله فتره كبيره شغال، وشغال في الماركت وشغال في السوق وواضح. وممكن طبعا يستعين بحاجات عنده، زي اذا كان عنده بادج مثلا توب ريتد، او الجوب سكسس ريت بتاعه يكون مثلا 100%. فطبعا الحاجات دي بتفرق معاه في البروفايل. ولكن لو حد بيبدا طبعا لازم يكتب الحاجه اللي تشد العميل، اكتر حاجه هو ضليع فيها كترانزليشن او كمثلا بروجرامر او ديفلوبر او الكلام ده. فبيبقى سهل جدا ان هو يبدا بيها البروفايل بتاعه. مم. ودي اللي بتبان للعميل، لان العميل وهو بيدور على الناس هو بيشوف السطر ده، وبيشوف تقريبا اول كام سطر من البروفايل بتاعك. فلازم تكون كاتب فيهم الحاجه اللي تخلي العميل يبدا يقول ستوب، هو ده البروفايل اللي انا هبدا ادخل ادور جواه، الراجل ده عنده الحاجات اللي انا محتاجها ولا لا. حلو جدا. ده حلو جدا. بالنسبه لي انا، يعني انا ما اعرفش، يعني ده ممكن تكون مدارس مختلفه. في ناس بتحب تكتب حاجات معينه، في ناس بلاقيها كاتبه هاي وبتاع وبيعرفوا نفسهم في اول سطرين. انا مش بحب قوي ده، لان انت مهما عرفت نفسك هو بيبقى عايز يشوف انت هتقدر تديله ايه. ممكن ميبقاش عنده وقت انه يدخل على كل بروفايل ويخش ويدوس كليك مثلا عشان يشوف البوينتس التانيه اللي انت كاتبها. تمام. لازم تكتب الاساس بتاعك في اول سطرين ثلاثه، بحيث ان الامور تبقى واضحه بالنسبه للكلاينت يعني. حلو جدا. والحاجه بقى اللي انا هختم بيها معاك في الكفر ليترز، قول لي السيكريت بقى بتعمل ايه؟ طيب خليني اقول لك، يعني انا يعني لما برتبط بشغل كتير ببعد شويه عن الايه ان انا اقدم بروبوزلز يعني. بس لما بقدم بروبوزل انا طبعا اول حاجه بثبت السيرش بتاعي، انا بدور على ايه بالظبط. فانت عندك هنا ممكن تسيرش على الحاجه اللي انت عايزها. مثلا انت راجل داتا اناليسز، خلينا نشوف مثلا سي لو انا بدور على داتا مثلا اناليسز او داتا اناليست. تمام. هسرش انا من النوع اللي بحب ابص على حاجات مهمه جدا. اول حاجه تكون الجوب يا دوب لسه نازله، مثلا اديلها ساعه ساعتين ثلاثه، ما تكونش اديلها فتره كبيره ايام او اسابيع. يعني طبعا في من ضمن الحاجات اللي بيقترحها عليك اب وورك تكون حاجات اديلها اسبوع واسبوعين. فانا مش اول احسن حاجه حاجه. باخد بالي منها هي الجوب موجوده بقالها قد ايه. تاني حاجه لازم عيني تيجي على البروبوزلز المتقدمه على الجوب دي. تمام. واكون شايف العميل اللي قدامي هو الريت بتاعه قد ايه وصارف قد ايه على الحاجات دي. مبدئيا بحب ابص عليها قبل ما بدخل. تمام. تمام. يعني كل الحاجات دي مشجعه ان انا ادخل اشوف الجوب واكمل واشوف انا هقدر اقدم عليها ولا لا. جميل. تمام. الحاجه التانيه لما بدخل جوه ببدا اعمل اناليسز للكلاينت اللي انا هقدم عليه. شوف الاول هو باعت لحد ولا لا انفيتيشنز. مفيش انفيتيشنز زي كده كده في فرصه كويسه ان انا ابدا اقدم. لو كل الايه الحاجات متوافقه معايا. من الحاجات المهمه جدا جدا لان لازم تيجي عليها الهايرنج ريت. لان ممكن تلاقي ناس بتنزل حاجات كتير جدا الهايرنج ريت بتاعه قليل، بيبقى مم. تحت ال 50% وتحت ال 60%. وطبعا ده مش بيشجع، لان النهارده انت مثلا محتاج 21 كونكت عشان تقدم على البروبوزل ده. فلازم على الاقل تكون متاكد الراجل ده نسبه تعيينه كبيره. فانا عن نفسي من اول 70 ل 75 وطالع بحب اقدم مع الكلاينتس دي. انت قدم مع واحد بالشكل ده لو هو مثلا الهايرنج ريت بتاعه قليل شويه،
لو ان الشغلانه اوبورتونستيك قوي بالنسبه لي، وكل الايه التفاصيل اللي فيها متوافقه معايا جدا. تمام. طيب تاني حاجه دلوقتي لما خلاص كل العوامل اللي تخليني اقدم دلوقتي بقت متوفره، ابدا اقدم على الشغلانه. في البدايه خالص بحاول اجيب اسم الكلاينت من المسجات القديمه او الريفيوهات القديمه. لو لقيت اسم الكلاينت موجود عندي ببدا بيه الجريتنج يعني في الكفر ليتر. دي برضو بتبقى حاجه كويسه، هو يلاقي واحد بيقول له ازيك يا فلان باسمه، فهو يعني هيبص على البروبوزل ده، هيشوف هو في ايه، مين ده بيناديني وعارف اسمي ازاي، انا مش مم. يعني اسم الشركه مش موجود ولا اسم حاجه موجود يعني. تمام. تمام. دي بالحاجات اللي بحب ابدا بيها. الحاجه التانيه ببدا ان انا عندي اكسبيرينس في الحته بتاعتك اللي انت عايزها، مده كذا، 7 سنين، 6 سنين، 5 سنين، ايا يكن. مم. تمام. ده اول سطر لازم نشوفه بالنسبه للبروبوزال اللي انا مقدمه. وجنبه على طول يعني لو في حاجه معينه في الشغلانه هو عايزها بكتب له تفصيل انا ممكن اعملها له ازاي. ده لازم يشوفها عندي في اول سطر او سطرين. وبعدين ابدا بقى اكتب كل حاجه اللي هي بقى ايه، الاسطمبه بقى بتاعت انا شغل ايه وعباره عن ايه ونفذت ايه وبتعامل مع تولز ايه والاكسبيرينس بتاعتي موجوده في كذا وكذا وكذا. بس هو عشان يدخل البروبوزل ويبدا يبص لازم حاجه تشده من بره. ان يا جماعه اللي بيبعت له بروبوزل ده هو مش بيجي له بروبوزل كفر ليتر كامل، هو بيجي له بس الهيدنج يعني تقريبا اول اول سطرين او سطرين. ثلاثه. هم اول سطرين تقريبا. بالظبط. اه فهو لو ما شافش حاجه تشده اول سطرين مش ممكن ما يدخلش، الا اذا كان العميل فاضي وبيحب ان هو يشوف كل الناس اللي قدمت ويحلل ويعمل تمام. فمبدئيا حاول تجيب اسم العميل، تبدا بالجريتنج بتاعتك في الكفر ليتر. تاني حاجه ان انت تكتب يعني الراجل محتاج منك ايه بالظبط جوه الجوب، تبدا بيها باول سطر. تمام. جنب الاكسبيرينس بتاعتك على طول. حلو بعدها جدا. على طول تبدا بقى تفسر تحتها على طول، انا والله خبرتي قد ايه، كام سنه، التولز اللي بستخدمها كذا، انا ممكن اساعدك ان انت تعمل دي بالطريقه الفلانيه. طبعا مهم جدا لو انت عندك اعمال ان انت تحطها، تعملها ابلود. لو في جوبز قبل كده انت عاملها متوافقه مع الشخص ده برضو بتدخلها عندك في البروبوزل. ودي بتبقى الطريقه اللي انا في الغالب بتبعها عشان اقدم على اي عميل، الا اذا كان هو ليه طلبات معينه في الكفر ليتر. تمام. تمام تمام. حلو قوي. بس دي بصراحة الطريقة اللي أنا بتبعها، ولكن حابب برضو أحكي حاجة يعني هي ما أنصحش الناس إن هي تعملها. بلاش لكن من كلام بلاش السكه التانيه. بلاش السكه التانيه. قول يا سيدي. مم. اللي أنت قصدك إيه، لو سكة تانية AI، لا أنا مش بستخدم AI في البروبوزال ده خالص يعني. مم. إلا إذا كنت محتاج أعمل ري رايت لباراجراف كبير شوية فمحتاج يختصره لي بس، لكن غير كده أنا ما بكتبش بالاي اي، لأن أصلا دلوقتي في ناس بتعمل تشيك للبروبوزال إذا كانت اتعمل بالاي اي أو لا، وفي الغالب مش هيديك الفايدة 100% يعني. بس انت شايف دلوقتي ان استخدام الاي اي هيكون بس ان احنا نكرافت الكفر ليتر، ولكن مش هو اللي بيكتب الشغلانه بالنيابه عننا. اه لان طبعا يعني بشوف فيديوهات كتير وناس بتنصح بده، ما اعرفش برضه هي مدارس يعني، لكن بيقول له خد الجوب ديسكريبشن زي ما هي، حطها في الشات جي بي تي، قول له بعد اذنك يعمل لي جوب ليتر للموضوع ده بناء على خبراتي اللي هي 1 2 3 4 وشغل اللي هو كذا كذا. ممكن تستعين بحاجه زي كده بس تاخدها انت تكتبها بالكتابه بتاعتك، لان مم. طريقه كتابه الاي اي يعني بتبقى واضحه جدا ان ده اي اي بيستخدم بعض الكلمات وبعض الجمل مش اللي هي طالعه من شخص مثلا بيقدم وعايز مش عارف ايه وحاجات سبيسيفيك للعميل، لا. حتى لو عملت اللانجوج خليت اللهجه بتاعته او طريقه الكتابه بتاعته فريندلي ولا مش عارف بروفيشنال ولا اوفيشال ولا الكلام ده بيبان برضه. اوكي. بيبقى الموضوع فيه ميثودولوجي كده مش واضحه بالنسبه للكلاينت، غير ان اصلا في تولز بتكشف الموضوع ده. مم. ودي كانت بقت قصه تانيه يعني، ولكن استعين بيه ان هو ممكن يديك افكار ازاي تسرد حتى ترتيب الكفر ليتر بتاعك. حاجه كويسه جدا يعني. قلت طبعا ان الهيومانيتي هتبقى احسن من الاي اي، ان هي ترتيب والتنظيم الاي اي رقم واحد طبعا. ما شاء الله ما شاء الله. افكار هيديك افكار بس، ولكن ما تستعينش بيه يكون هو 100% هو اللي بيعمل لك كل حاجه بقى. الموضوع يبقى صعب. جميل. طيب اخر بقى سؤال هنهي بيه معاك الانترفيو دوت، هل انت شايف ان ابورك يستاهل في 2025؟ اه يستاهل طبعا. خليني اقول لك على حاجه صغيره. انت ممكن تكون بتتعب كتير، وما بقولكش سيب شغلك الاساسي ولا سيب شغلك اللي هو المين بروفيت بتاعك او الدخل الاساسي بتاعك اللي انت عايش بيه،
بس ادي الاب وورك. في ناس بتخش اب وورك وبتزهق بسرعه فبتطلع. انا يعني انا كنت هبقى من الناس دي. كلنا كنا كده. قدمت اكتر من شهر ونص، شهرين، ما فيش اي حاجه. ولكن يعني اللي عايز اقوله لك، فرج ربنا بيجي، ما بيبقاش في بالك، ما بيجيش، انت ما بتعرفش هو جه ازاي. مم. خليني اقول لك مثلا، يعني انا اول كام شغلانه جات لي كلها تقريبا في نفس الشهر، 3 4 شغلانات كلهم جم في نفس الشهر. ان شاء الله انا عارف. مم. فدي من الحاجات اللي هي تخليك تفكر. مع ان انا يعني الموضوع ما كانش بالنسبه لي برضو يعني واضح. عاد اقدم وخلصت كونكتس بتاعتي وابتديت كونكتس بحث على من فلوسي عشان اقدم تاني. بس كنت كل ما الاقي شغلانه تستاهل اقول خلاص لا هي دي، اكيد هياخدني، اكيد هيبعت لي. عادي مره تيجي ومره ما تجيش. ولكن الحمد لله، لو لاحظت مثلا اول شغلانه كانت 7 يناير، بعدها بيوم شغلانه تانيه، بعدها باسبوع شغلانه ثالثه. فخلاص ده بقى، ده اسمه توفيق ربنا. انت عملت اللي عليك، تعبت جدا جدا جدا، يجي لك على طول توفيق ربنا. يعني لو انت خلاص كنت فاقد الامل وفجاه سبحان الله 3 4 شغلانات. وعايز اقول لك الفتره دي آه، كان حصل لي مشكله ورجلي كانت اتكسرت وقاعد اصلا في البيت، اللي هو انا خلاص ما فيش حاجه تانية تتعمل، انا عادي. اجبروك انك تشتغل. ويوم ما جات لي ويوم ما جات لي اول شغلانه، انا كنت رايح المستشفى، كنت بعيد الكشف يعني. انا عايز اقول لك عملت الانترفيو وانا في العربيه، يعني ما نزلتش من العربيه. عملت الانترفيو وانا في العربيه عشان يعني عميل رد عليا بيقول لي انت ايه الاخبار وتمام وعايزك تعمل لي. وكان هو العميل ده على فكره كان عايز يعمل اكسل شيت لحاجه معينه عنده في الشغل، اوكي. وعملت الشغل معاه. بعت لي وانا في العربيه. فما مم. رضيتش ان انا اسيبه، قلت لا خلاص انا هرد عليه الاول قبل ما ادخل اكتب. انت فكرتني بنفس ودي الموقف ده. كان في قبل كده، كان انا اسف ان انا قطعتك يعني، كان واحد برضو بعت لي، كانت اول جوب تجي لي على اب وورك في الاول خالص. وساعتها كنت انا في مدينتي وكنت مروح البيت في اكتوبر. سبت كل اللي في ايديا وطلعت اجري وفتح اللابتوب وفرحان جدا اول شغلانه تجي لي على اب وورك. وبعد ما نزلت من العربيه وسبت بقى والدتي وسبت كل حاجه، اتفاجئت ان الراجل طلع سكامر من الهند، طلع نصاب. للاسف كلنا قابلنا الراجل الهندي ده اللي يقول لك ابعت لك حاجات هتلك وانت اشتغل معايا وظبط حالك. اشتري الادوات بتاعتي ب $500. اه بس ولكن طبعا هو اوبورتيونستك جدا. اديله ساعه في يومك ما تزهقش منه. قدم كل يوم دور على وظائف. كن حريص وانت بتقدم، زي ما قلت لك اختار الكلاينت الصح اللي تقدم. مهما كانت الشغلانه انت شايفها سهله، ما تقدمش وفرة الحاجات، خصوصا ان انت لسه بتبدا. فلازم تكون حريص جدا على الكونكتس اللي معاك. لازم الكلاينت يكون فعلا الراجل الهايرنج ريت بتاعه كويس، الريفيو بتاعه محترم، يكون على الاقل عمل بيمنت او اتنين على الموقع، على ابورك. تبدا ان انت تقدم وانت عندك امل كبير ان شاء الله ان ربنا يرزقك. ولو ما جاتش دي واللي بعدها واللي بعدها، تاكد ان هتجيلك. تمام. استحاله تكون قدمت يعني 20 و30 بروبوزل وما فيش حاجه منهم هتيجي. لا، هتلاقي اصلا حد باعت لك كده على البرايفت مسج، ازيك، ايه الاخبار، انا عايزك معايا في الشغل الفلاني، وانت ما تعرفش هو جاي منين. بس ده اسمه توفيق ربنا يعني. ربنا يفتح عليهم يا رب. وعمره ما توفيق ربنا هيغيب. عمره ما توفيق ربنا هيغيب عن حد بيتعب وبيجتهد وبيحاول يوصل لحاجه يعني. فاديله ساعه من يومك، ما تبخلش على اب وورك لحد ما تجيلك اول شغلانه. مم. وصدقني اول ما تيجي اول شغلانه انت هتقعد على اب وورك مش هتعمل اي حاجه تانية غير انك تدور على شغل وتقدم لحد ما ربنا يكرمك وتبقى يعني من الناس التوب ريتد ان شاء الله يا رب يا صديقي، وبجد متشكر جدا مره تانية انت جيت النهارده، وان انا جبتك في وقت متاخر زي ده. بس يعني الفريلانسرز كانوا محتاجينك يا محمود. انا مبسوط والله ان انا معاك النهارده. واكيد والله لو في اي حاجه اقدر اقدمها لاي حد محتاج يبدا، مش هبخل على اي حد باي حاجه يعني. حبيبي يا وربنا محمود. يوفقك جميل. شكرا يا محمود، ميرسي جدا.